The robots will be able to do everything better than us. طبعا كلنا عارفين ان في كائنات جديدة موجودة في عالمنا النهاردة، كائنات من صنع الانسان، ممكن ما تكونش منتشرة في الوقت الحالي، ولكن قريب جدا ما تستبعدش لما تلاقيهم معاك في الشارع والمواصلات وحتى في الشغل. الكائنات دي بنسميها الروبوتس، ممكن تلاقيها على شكل انسان او حيوان. هي في الحقيقة اتصممت علشان تساعد الانسان في شغله، في بيته، في صحته، في كل حياته حرفيا. مع اول ظهور ليهم في حياتنا بدأت ناس كتير تخاف، وبقت مقتنعة ان هيجي يوم هتسيطر فيه الروبوتات على العالم اللي احنا عايشين فيه. وفي حلقة النهاردة نعرض بعض المشاهد لبعض المواقف المحتملة اللي ممكن يجي يوم وتحصل. فالسلام عليكم اعزائي المتابعين، اهلا بكم في حلقة جديدة. معاكم احمد حجازي، وقبل الفاصل ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك علشان ده بيساعدني في انتشار الحلقة. اول موقف معانا في مشهد من فيلم بليد رانر. في المشهد اللي جاي ده الشخص اللي فيه بيتعامل مع كريزي روبوت. طبعا هنفترض ان في حاجة زي كده موجودة، الروبوت مجنون ومش هنقول فاقد السيطرة على نفسه، دي الاسباب هنوضحها بعدين، بس يلا نشوف المشهد. هو فعلا لو في روبوت مجنون بيهاجمني هضربه بالنار؟ هو اكيد انت في خطر، ودي طريقه كويسه علشان تدافع بيها عن نفسك او توقفه، بس هتضربه فين؟ اكيد مش زي الانسان هتضربه في قلبه او دماغه وهتنهيها على كده. طب نفترض ان انت ضربته في اي مكان وده كان الرياكشن بتاعه. واللي حصل ده لسبب بسيط جدا، هو ان الرصاصه ممكن تصيب الهيكل نفسه ولكن ما تاثرش عليه، يعني ما قطعتش اسلاك او ما فتحتش خراطيم السوائل الهيدروليكيه. فاللي تعمله بقى انك تكمل ضرب نار وخلاص، على امل ان في حاجه من دي ممكن تحصل. طبعا ده شرح السيناريو اللي موجود في المشهد، ولكن لو هنتناول الموضوع بشكل علمي في طرق تانية كتير عطل بيها الروبوت من غير ما يضر بالهيكل نفسه زي ما عمل الممثل. على سبيل المثال في حاجة بنسميها الالكترومagnetic بولز، النبض الكهرومغناطيسي، واللي هيسبب في حرق الدوائر الكهربية للروبوت كامل، فكده هتعطل الروبوت والهيكل هيفضل سليم، ممكن تبقى تستخدمه بعدين. ولكن المشهد نفسه ما اقدرش اقول عليه كذب او حقيقة، لان لو عايز اعمل روبوت مجنون عدواني هعمل، ولكن ده ما يمنعش ان التمثيل اوفر اللي بعده. ماينوريتي ريبورت. من مجالات البحث اللي بيشتغلوا عليها في مجال الروبوت حاجة بنسميها مالتي ايجنت روبوتكس، يعني مجموعة من الروبوتات بتشتغل مع بعض علشان تعمل فانكشن معينة او تعمل وظيفة معينة. عندك مثلا النحل او النمل، هي كائنات بتشتغل في مجموعات، فلما اجي اعمل روبوتات بتحاكي الكائنات دي بدرجها تحت المالتي ايجنت روبوتكس. في المشهد هنا هنفترض على حسب السيناريو ان انت بتحاول تهرب من مجموعة من الروبوتات، فاكيد انا مش هكلف نفسي واعمل روبوتات زي دي وتطلع غبية في الاخر علشان يحصل اللي هنشوفه في المشهد ده. هنا الام بتطلب من بنتها ان تخلي عينيها مفتوحة، وبعديها الروبوت بيجي يمسح الكائن اللي قدامه ويعديها على اساس ايه ما تعرفش. توم كروز نزل في المية وبعديها عمل حركة كده هنعديها، وهي انه صب تلج في المية على اساس ان هو هيختفي من الاشعة تحت الحمر. طب ليه ما كشفش البنت؟ ما تعرفش. فالمشهد احداثه مش متناسقة، وما اظنش ان هو مبني على اساس واقعي، او انا اللي مش قادر افهمه. فلو في روبوت بيراقبك وبتحاول تهرب منه، شوف لك اي طريقة غير اللي بيحصل ده. المشهد اللي جاي ده من فيلم تشابي. هنا في هجوم او ضرب نار بين جانبين، الشرطة وبعض الشباب سواء كان عصابة او ايا يكن، والشرطة بتستخدم روبوتس ماسكين سلاح. المشهد هنا بصفة عامة مش مبني على اي اساس، وانت كمشاهد بتتفرج وعارف ان ده ممكن يحصل في المستقبل. الروبوتس بتساعد رجال الشرطة، ولكن اللي ما تعرفوش ان دي من اصعب المراحل اللي ممكن نوصل ليها. انت ممكن تستخدم الروبوت في الشارع العادي، يصور مخالفات، يقف في اشارات مرور وهكذا، ولكن صعب جدا تدخله في اقتحام ويكون جزء منه. العملية معقدة وصعب تنفيذها، لان مكان الاقتحام فيه عناصر كتير جدا، في مركبات ومدرعات وطيارات وبني ادمين. هعرفه ازاي انا مين في صفه ومين لا؟ انا ممكن اركب علامات او شرائح الكترونية تبعت وتستقبل شفرات للروبوت
لما يمسحها يعرف ان الكائن ده في صف. ولكن سرعة العملية دي في الوقت ده صعب، وخصوصا مع حركة الاجسام المستمرة. وكمان لو حصل اي مشكلة زي مثلا لو الشريحة اتعطلت، فانا كده بفقد السيطرة على الوضع. فالموضوع بشكل عملي صعب، ولكن اكيد مش مستحيل. وبس كده اعزائي المتابعين، بكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى تكون مفيدة وعجبتكم. طبعا اعرف ده لو انت عملت لي لايك وسبت لي كومنت. اشوفك الحلقة الجاية. سلام.